فإحنا كيف ما نحكي عن الهدف؟ بنسمع فيه بس ما بنآمن فيه. فالهدف إذا ما آمنا فيه مش راح نحققه. مش لو مستر يزيد معك، لو كل الناس معك، إذا أنت ما آمنت بهدفك مستحيل تجيبه. فآمن بهدفك. اعرف الشيء اللي بخوفك من داخلك. ليش أنا مش ماسك هدفي بإيدي؟ لأنه في شيء داخلك بخوفك أنت. هذا الخوف لازم تطرده من داخلك. بدك تطهر نفسك عشان تمسك هدفك، تمسك هدفك الحقيقي. كل شخص فيكم عنده هدف بس مش عارف يمسكه. ليش؟ لأنه في خوف، في خوف بداخلك. هذا الخوف مانع إنك أنت تمسك هدفك. فالهدف الحقيقي اللي بدك تسمع صدى من داخلك، من داخلك أنت، مش راح يوجهك حدا إنك يكون عندك هدف وأنت ما خلقت معك هدف. وفي المدارس ما علمونا، مع الأسف ما علمونا كيف يكون عندنا أهداف. بس كبرنا صرنا نسمع بالهدف. والله نفسي تختلف عن حلمي، تختلف عن هدفي. فهذا الهدف بدك تطهر داخلك عشان تصل عليه. كيف بدك تطهر داخلك؟ بدك تنتقل من المناطق الراحة هاي. الأشياء اللي كنت تسويها أنت دائما بدك تبطل تسويها. صح؟ والأشياء اللي أنت دائما ما بتسويها، الأشياء الصعبة عليك اللي ما بتحبها، بس تصير تعملها أنت ساعتها راح تقوم وتطلع من المنطقة هاي وتروح على المنطقة الصعبة. هاي المنطقة الصعبة هي أهدافك. إذا أنت بتضلك كل يوم زي ما أنت تعمل الشيء اللي بتسويه أنت نفسك كل يوم، راح تضلك أنت مش راح تتغير. فأنت قرر الآن، ودائما قرارك اتخذه بكل جراءة انك تقرر ان يكون معك هدف. هذا الهدف من اجله راح تتحدى العالم كله. هذا الهدف راح تتحدى اي جدار بواجهك. في اشخاص معنا اليوم في القاعة اجوا ناس في الدنيا وتحدوا كل الاهداف عشان يكونوا معنا في القاعة هون، مش عشان يقعدوا على الكرسي المريح ويحط راسه هناك. أجل لأنه عنده هدف. هذا الهدف راح يطهر نفسه فيه. هذا الهدف راح يخليه فوق. معي؟ 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 فكيف نجيب الهدف؟ في حدا سأل هذا السؤال: كيف أنا بدي يكون عندي هدفي والهدف الحقيقي تبعي؟ كيف؟ دائما سؤال نسأله لأنفسنا. بس إحنا عشان نجيب هدفنا بدي يكون الهدف إحنا عايشين لأجله. فكر بداخلك دائما هدف الحقيقي هو الهدف اللي أنا راح أموت عشان أحققه، مش هدف سيارة. لأن السيارة أنا مش مستعد إني أموت عشان أجيبها. صح؟ تتذكر دائما، تتذكر طفولتك وأنت صغير شو كنت تحلم، شو كان بدك وأنت صغير. لما كبرت تراكمت مشاكل الحياة عليك فتسيب ايش بدك وانت صغير. بصير يزيد حكى وانا بدي كنت بسكليت والظروف ما ساعدت. بس كان عنده هدف البسكليت. شو من البسكليت؟ اشي بسيط صح؟ بس هدف. كان بده البسكليت بس جاب البسكليت لانه عنده اصرار، عنده قرار انه بده هالشي هذا. فانت قرارك خذه من داخلك، قرر ونفذ. إذا قررت راح تقف من المنطقة هاي، راح تقف تقول
أنا قررت بس أنا ما نفذت. يعني أنا راح أعيش مثل ما أنا، وراح أقول أنا مش راح يزيد علي شيء. خلي لك وصف للحياة، خليك مميز لأنك أنت شخص فعلا مميز، لأنك معنا اليوم مش أي شخص عادي. أنت قدر نفسك، قدر حالك، لأنك إنسان فعلا مش عادي. أهدافنا كثير. استفراس نام لما سمع الأهداف. فأهدافنا هاي لازم نطلع بإيدينا ماسكينها، شايفينها، حاسينها، لأنها مش أهداف عادية. أنا هدفي كان السيارة زي ما حكيت، بس هدفي السيارة غالي صح؟ بس هدفي اللي خلاني اليوم أنا بينكم 7 سنوات بالماركتينج وأنا اليوم واقف بينكم. هدفي كان سرير. سرير، شو ثمن السرير؟ 20-50 دولار. أنا عندي 3 بنات توأم في يوم. حل السيارة اتفرج على بناتي الثلاث اللي طالع يقرا من السرير، من خشبات السرير، واللي يقرا بالغرفة الثانية. فإشي هيك هزني، الثلاث نايمات في العرض مع بعض جنب بعض. فحسيتها بتحكي لي يا بابا يا بابا، إشي من داخلي هزني، إشي من داخلي رجل يا بابا لمتى أنا بدي أضل نايم بالعرض؟ أنا نفسي أنام بالطول، أنا نفسي أنام بالطول، ما بدي أضل نايم بالعرض. أنا إيه كياني؟ أنا بكرة بكبر، مسؤولياتي تكبر عليك. أنت المسؤول. تعمل ما نعيش العيشة هاي، أنت المسؤول. ما بدنا نعيش العيشة هاي. إحنا بنكبر وأنت مش سائل. فرج على سيارة راسمها قدامك، إحنا أولى من السيارة. مطر شفته، حكيت مع حالي لأجله، نمت بالشارع عشان أولادي، مش عشان السيارة.